السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشارك معكم جوج طرق باش تحضروا عسل منزلي بطرق ناجحه 100%. غادي تختاروا اللي ارتحيتوا ليها واللي بغيتوها. الطريقه الاولى بالسكر والطريقه الثانيه بالسنيده، يعني سكر قالب، والطريقه الثانيه بالسنيده. هاد الطرق بجوج ناجحين 100% او معتمدين عندي، متاكده الا تبعتوا الطريقه غادي ينجح معكم. الطريقه الاولى كيف قلت لكم بالقالب، غادي ناخذ قالب ديال السكر اللي فيه 2 كيلو، غادي نضيفوا عليه لتر ديال الماء وغادي نخليوه هكا واحد الليله كامله او يوم كامل حتى يذوب. كيف كتشوفوا انا هنا راه داب السكر صافي. غادي نضيف عليه باقي المكونات اللي هما شرائح ديال الحامض. من بعد غادي نضيف واحد العويدات هكا ديال القرفه، غادي نسد عليها الكوكوط. ضروري في هذه الوصفه من الكوكوط غادي نسدوها وغادي نوضعوها على النار تكون متوسطه. ملي تبدا تصفر غادي نحسبوا 40 دقيقه، يعني غادي نخليوها حتى تبدا الصفاره تدور وعاد غادي نفتحوا 40 دقيقه وعاد نفتحوا. هنا من بعد ما دازت 40 دقيقه كيف كتشوفوا العسل مازال ما وجدش. باش كنعرفوا العسل وجد بدوك الشرائح ديال الحامض اللي كنوضعوا في العسل كيبان لينا ملي كيبدا اللون ديالهم بني غامق كنعرفوا بانهم تعسل، والعسل هو هذاك. هنا كيف كتشوفوا باقي لون ذهبي فاتح، يعني العسل مازال موجود. غادي نردو فوق البوطه، تقريبا خدا ليا واحد 15 دقيقه ديال الوقت ووجد. هنا كيف كتشوفوا الحامض تحمر او لا خدا داك اللون البني او العسل المغلوق كيف هو موضح في الفيديو. صافي هنا العسل كيكون واجد. من بعد ما كيبرد راه كيزيد يتقال وكيزيد يعقد كيف كتشوفوا. طريقة ناجحة 100%. بالنسبة للأخوات اللي مثلا خسر لهم العسل أو لا تحجر، غادي تاخدوه وغادي تزيدوا عليه واحد الكأس ديال الماء وتردوه على البوطة واحد 10 دقائق حتى 20 دقيقة هكا مع الصفارة. تسدوا عليه مزيان وكتوضعوا الصفارة ومن بعد كتحلوا عليه وكتلقاوه مزيان. هنا غادي نوجد معكم الطريقة الثانية اللي هي بالسنيده. غناخذ واحد 2 كيلو ديال السنيده، غادي ندير معاهم لتر الا ربع ديال الماء، لتر ما كاملش. غادي نحركوا هاد الطريقه هذه، ما كتحتاجش يعني نخليو السنيده حتى تذوب اولا صافي في البلاصه كنوجدوها. صافي غادي نحرك هاد المكونات وغادي نوضعهم فوق النار مع التحريك، ومره مره نحركوا ونردوا ليهم البال. غادي نخليو الكوكوت هكا محلوله وحنا كنحركوا حتى تذوب ديك السنيده وكتبدا تغلى. كيف كتشوفوا كتقرب تفيض. ردوا معاها البال باش ما تفيضش لكم كوكوت، غير توصل لهاد المرحله هكا كيبدا داك السكر كيبغي يفيض من الكوكوط. صافي في هاد المرحله غادي نسدو عليه، وقبل ما نسدو عليه غادي نضيفوا معاه باقي المكونات اللي هما قطع ديال الحامض. هكا كناخذ واحد الحامضه كنفلحوها هكا ولا كندوروها شرائح، وغادي نضيف عليه بالنسبه لهاد العسل غادي نسموه بالزعتر وبالشاي اتاي المغربي ديالنا. غادي ناخذ واحد الكموسه هكا وغادي نضيف عليها غادي ندير فيها الزعتر والشاي وكنوضعها معاها مع عويدات ديال القرفه. هاد العسل هذا كيجي فيه واحد الريحه رائعه، واحد المذاق ديال الزعتر مع داك الشاي كيتواتاو مع بعضياتهم وكيجي العسل منسم. صافي غادي نسدوا الكوكوش وغادي نخليوهم غادي نخليوها طيب 20 دقيقه. يعني غادي اين فوا كتبدا تصفر الكوكوت كنحسبوا 20 دقيقه وكنطفيو عليه. كيف كتشوفوا هنا العسل ديالي مازال ما وجد حتى هو، مازال خاصو واحد شويه. غادي نردو فوق البوطه بدون ما نسد. صافي كنخليه يغلى فوق البوطه حتى كيتعسل الحامض وياخد اللون ديال الذهبي المغلوق. ديك الساعه كنعرفوا العسل واجد، كنخليوه حتى يبرد تماما. في هذه المرحله راه مازال سخون، ملي كيبرد راه كيزيد يعقد.
دائما العسل كنوجدوه ليله قبل ما نستعملوه. بالنسبه لهنا العسل ديالي راه برد تماما، كيف غتشوفوا في الفيديو راه ثقيل، ما بقاش سائل كيف ما فاش عاد كنطفيو عليه وكيكون سخون. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتستافدوا منه. جربوا الطرق بجوج وينجحوا معاكم. تلاقاو في فيديو مقبل، مع السلامه.